السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا النهارده نعمل مع بعض كده فيديو سريع، وجبة الغداء المنقذة، يعني اللي ما بتاخدش وقت خالص معانا. هنعملها بطعم لذيذ جدا. هنعمل الكبدة الاسكندراني بطريقة حلوة قوي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الفيديو بتاعنا. ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة، فعلوا الجرس عشان يصلكم كل الاشعارات الجديدة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه جبت الطاسه بتاعتي، حطيت فيها كده 4 معالق من الزيت على معلقه من السمنه، وهنزل ببصلايه صغيره كده متقطعه كده قطع صغيره، هنقطعها مع بعض قطع صغيره زي ما انتم شايفين، بصلايه صغيره خالص. تمام، هنبتدي بقى نشوح في البصلايه دي لحد كده ما لونها يصفر معايا. مش عايزاها يعني تاخد لون، يا دوبك بس هدبلها وتاخد لون مصفر فاتح كده يعني. تمام، بعد كده بقى هنبتدي ننزل بالطماطم بتاعتنا زي ما احنا اتفقنا قبل كده مع بعض، اللي انا بحب اصفي الطماطم لاي حاجه، يعني معظم الاكلات بصفي الطماطم. نزلت كده بكميه حلوه من الطماطم، تقريبا كيلو. هظبط الملح كمان، نص معلقه من الفلفل الاسمر، وهنضيف ربع معلقه كده من السكر. ودي بتخلي الصلصه بتاعتنا حلوه جدا، بتشيل الحموضه وكمان بتخلي الصلصه طعمها حلو. هدي بقى النار عليها كده بعد ما نغطيها ونسيبها على نار هاديه علشان تاخدي تسبيكه حلوه. لازم تسيبي التسبيكه بتاعتك على نار هاديه، كل ما النار تكون هاديه كده كل ما تاخدي نتيجه احلى للتسبيكه. هنحمر بقى بطاطس مع بعض. جهزت كده شويه بطاطس هنحمرهم، وحطيت حله فيها شويه ميه وكمان فيها معلقتين 3 كده من الزيت على النار، والصلصه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده على نار هاديه. بدأت ايه تتسبك معايا. هنسيبها وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. زي ما اتفقنا دي وجبة الانقاذ، يعني لما تكوني مستعجلة ملكيش مزاج تخشي المطبخ، عايزة اكلة حلوة وفي نفس الوقت سريعة كده، ما تاخدش منك وقت كتير، هنعمل الاكلة دي. مكرونة بقى سباكيتي، اي نوع عندك ممكن تعمليه اللي انت بتحبيه. النهاردة انا حبيت اغير واعملها سباكيتي. هنسيب المكرونة تتسلق، والبطاطس بتاعتي انا مهدية النار عليها علشان عايزاها تطلع مقرمشة قوي. تمام كده المكرونة خلاص استوت. هشيلها بقى من على النار، نصفيها ونحط مكانها طاسة كده فاضية على نار عالية. هنعلي النار خالص. عايزة الطاسة تسخن معايا. الصلصة خلاص اتسبكت ونطرت الإيدام بتاعها أو المادة الدهنية. هنزل بقى بالمكرونة بعد ما غسلناها كده، وهسيبها دلوقتي مش هقلبها خالص. هنقلبها مع بعض على التقديم على طول. معايا هنا ربع كوباية كده من الزيت حلوة، نزلنا في الطاسة بالزيت بتاعنا وعلى نار عالية زي ما قلت لكم، علشان عايزين الكبدة بتاعتنا لما تنزل تاخد صدمة وما تنزلش اي حاجة معانا خالص، اي سوائل. لو نزلناها على طاسة باردة هتكون مش حلوة خالص معايا. بعد كده بقى هكون مجهزة فصين من التوم كده متقطعين قطع صغيرة. هننزل كده بالثوم بتاعنا، وبعد كده هنطفي الثوم ده بمعلقتين كده من الخل، وشموا بقى احلى ريحة. تمام، انا مش عايزة الثوم برضو ياخد اي لون، عايزاه بس يطلع ريحته. بعد كده بقى معايا كده قطع من الحلويات يعني بتكون مع الكبده. هنزل بيها الاول، ابتدي اشوحها لحد ما اللون بتاعها يتغير معايا. وبعد كده هنكون مجهزين الكبده، مقطعينها بقى التقطيعه اللي احنا بنحبها. انا بحب اقطعها كده شرايح عريضه شويه، بس تكون رفيعه مش تخينه قوي. تمام، هننزل بالكبده على نار عاليه زي ما اتفقنا. الطاسه بتاعتنا سخنه جدا، هنسيبها بقى مش هنقلبها دلوقتي. ونرجع بقى للمكرونه والكبده بتاعتنا كده على النار. هنبتدي نقلب البطاطس بتاعتنا ونروح للمكرونه برضو، نديها تقليبه كده. ما تنسوش ان انا حطيت المكرونه وسبتها من غير تقليب. هقلبها بقى عشان كده خلاص حان وقت الاكل يعني. نقلب بقى الاكل بتاعنا الجميل ده. شايفين المكرونه مفلفله وجميله جدا. عايزه اقول لكم على نقطه علشان المكرونه تطلع معاكم حلوه. لما تيجوا تسلقوا المكرونه ما تخلوهاش تسويتها كامله، يعني سيبوا فيها قطمه كده بسيطه، علشان لما ننزل كده في الصلصه بيها بتكون مظبوطه ومفلفله وطعمها جميل. هنقلبها بقى وهسيبها كده على نار هادية دقيقة واحدة أو دقيقتين بالكتير، علشان تكون سخنة معانا على التقديم على طول. هنبتدي بقى نقلب الكبدة. شايفين ما نزلتش أي سوائل خالص علشان الطاسة بتاعتنا كانت سخنة قوي. هنبتدي بقى نقلبها ونشوف هنتبل الكبدة بتاعتنا ازاي. كبدة بلدي على الطريقة الاسكندراني بجد بتكون خطيرة، وريحتها كده بتقلب الدنيا قلبان. من اسرع الاكلات واطعمهم. رشه كده من الملح، يعني نص معلقه من الملح. ضفت كمان نص معلقه من الكمون، وهضيف رشه من الفلفل الاسمر. مش بكتر الفلفل الاسمر علشان ما يغمقش الكبده. وكمان رشه من السبع بهارات.
بس كده بس كده، مش هحط اي حاجة تانية. اهم حاجة الكمون بتاع الكبدة يكون متظبط. هنا بقى هننزل كان معايا كده قطعة من الفلفل الالوان، وكمان معايا 3 4 فصوص من الثوم متقطعين قطع صغيرة، وكمان معايا كده نص معلقة من هريسة الشطة، ودي بتخلي الكبدة حلوة قوي، يعني بتخليها كده مشطشطة وطعمها جميل خالص. نقلب بقى الكبده كده على نار عاليه، كل ده الكبده شغاله معايا على نار عاليه. واخر حاجه معايا بعد ما الكبده تستوي التسويه الكامله، وطبعا الكبده يعني هي دقيقتين على النار وبتكون مستويه. ما نسيبش الكبده كتير على النار عشان ما تنشفش مننا وهتشد وهتكون عامله زي الكاوتش، لازم تكون كده طريه علشان يكون طعمها حلو، وما نسيبهاش كتير على النار. نزلت بقى بعصرة ليمونة كده، ودي بتدي طعم برضو حلو قوي للكبدة، وهنقلبها. واخر مرحلة معايا هي الشطة الخضراء، بنحطها في الاخر خالص لما الكبدة تستوي زي ما اتفقنا. ليه؟ علشان انا عايزة الشطة تكون فيها القطمة بتاعتها وتكون خضراء زي ما هي، ما تتبلش معايا. نطلع بقى البطاطس، وبعد كده نرجع نحط الإضافة الأخيرة زي ما اتفقنا اللي هي الشطة. عايزين بقى تقدموها كده على طول من غير الشطة الخضراء هتكون حلوة برضو معاكم، بس طبعا كبدة اسكندراني لازم الشطة بتاعتها تكون كتيرة كده، بتديها طعم حلو، وكمان بيكون شكلها حلو معايا في التقديم. شايفين بقى البطاطس عاملة ازاي؟ انا خلصت الاكل كله والبطاطس كانت على النار، على نار هادية، طلعت مقرمشة خالص وجميلة. هنرفع بقى المكرونة كانت خلاص، وانزل بقى بالشطة الحامية برضو بتدي طعم حلو جدا. عايزين بقى باردة براحتكم خالص، بس كبدة اسكندراني لازم تكون مشطشطة كده ومتظبطة. هنقطع بقى الكمية المناسبة زي ما تحبوا، عايزين تكتروا عايزين تقللوا براحتكم خالص، بس الاسكندراني بتحب الفلفل الكتير. لو وصلتوا بقى هنا معايا لحد هنا في الفيديو يا ريت تحطوا له لايك. هقلبها بقى تقليبه كده، وهنرفعها من على النار على طول. كده معايا احلى طبق كبده اسكندراني ممكن تجربوه او تدوقوه، احلى من اي مكان ممكن تشتريه منه. بجد كانت رهيبه، جربوها بقى. يا سلام بقى على الريحه، لو شمين بجد طعم وريحه وشكل وكل حاجه. يلا بينا بقى نقدم الاكل بتاعنا ونشوف هنقدم ايه مع الكبده. هنا معايا البطاطس كانت حلوة قوي مقرمشة، عملت سلطة خضراء معانا الزيتون اللي يعني مش بنشيله من على السفرة، والمكرونة بقى تعالوا شوفوا غرقانة في الصوص الأحمر بتاعها وقمة اللذاذة. بجد المكرونة يعني صوص أحمر، لازم كده تكون غرقانة في الصوص الأحمر، ما ينفعش المكرونة تكون الصوص بتاعها شوية خالص، لازم لما نعمل المكرونة نظبطها كده وتكون كده ايه، غرقانة في الصوص. تمام. هنغرب بقى الاطباق بتاعتنا، وطريقة التقديم زي ما اتفقنا قبل كده براحتك خالص، الطريقة اللي تعجبك هتقدمي بيها. ونيجي بقى كده نشوف الكبدة برضو بتاعتنا عاملة ازاي، علشان بقى نيجي للمرحلة الحاسمة وهي اللي احنا ندوق الاكل مع بعض، دي احلى مرحلة في الفيديو كله. شايفين بقى الكبده عامله ازاي؟ زي ما قلت لكم لون وطعم وريحه وكل حاجه حلوه قوي. جربوا الطريقه دي هتعجبكم ان شاء الله، تستغنوا عنها خالص. هنقدمها بقى كده في الاطباق بتاعتنا، عايزين تسيبوها زي ما هي كده في الطاسه زي ما تحبوا. وده كده كان الفيديو بتاعنا بسيط كده وخفيف، ولو يعني مش عايزه تخشي المطبخ او مالكيش مزاج عايزه حاجه سريعه مفيش اسرع من كده، طعمها هيعجبك جدا. بجد المكرونه غرقانه في الصوص وجميله قوي. تعالوا بقى نشوفها مع بعض، بجد تحفة. اه بقى لو شمين الريحة اللي انا كنت شماها ولا الطعم، بجد حلو قوي. قومي بقى تشجعي واعملي لهم السفرة دي، وخدي افكار كده من القناة بتاعتي ونفذيها، ان شاء الله هتعجبك جدا. سفرة متكاملة من كل حاجة، يعني سلطة خضراء، نشويات، كمان بروتين، فيها كل القيمة الغذائية اللي ممكن نحتاجها لأطفالنا. عملناها على طول ومن غير وقت يعني، وقدمناها بشكل كده حلو زي ما انتم شايفين يفتح النفس، نفس الأولاد بقى. الكبدة طعمها لذيذ جدا، جربوها على الطريقة دي وما تجيبوش أي أكل من بره. بنعمل كل الأكلات اللي ممكن أولادك يحبوها من بره بنعملها في البيت بطريقة أحلى وأجمل، وكمان بتكون أوفر. يا رب الفيديو يكون عجبكم، استنوني في فيديو جديد. باي باي.